السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا بخير وفي أتم الصحة. فيديو ديال اليوم فيديو مميز، غادي يكون الوصفة عبارة عن كيك، ولكن هذا الكيك غادي يكون المذاق ديالو أكثر من رائع، لأن المكون الرئيسي ديالو هو البرتقال أو الليمون. بالنسبة للمكونات ديال الكيك، غادي نحتاجو فيه 3 البيضات كبارين، إلا كان عندكم البيض حجم صغير استعملوا 4. وغادي نحتاجو القبصة صغيرة ديال الملح. انا هنايا الكيك ديالي ما غاديش نسمو بسكر فاني، علاش؟ لانني ملتسماه بقشور ديال البرتقال. غادي ناخد الطراب وغادي نطرب دوك 3 البيضات مع كاس ديال السكر سنيده، كاس د العنبه. انا كتشوفوا عندي الكاس عامر، اللي ما كيبغيش الحلاوه يقدر ينقص من السكر. صافي، وغادي نطرب البيض مزيان مع السكر والملح حتى كيطلع البيض مزيان وكيدخل ليه كميه كبيره من الهواء. كيتضاعف الحجم ديالو حتى اللون ديالو كيتغير، ما كيبقاش اصفر، كيولي اللون ديالو مايل للابيض كيف ما كتشوفوا معايا بحال الطريقه هذه، وكيتقال. انا هنا طربته مزيان، وغادي نضيف كاس الا ربع ديال الزيت. انا كنعبر معكم هنا بكاس العنبه، وغادي نخفض السرعه ديال الطراب وغنطرب شويه وانا كنضيف الزيت. وغادي نضيفوا المكون الرئيسي ديالنا في هذا الكيك اللي هو عصير ديال البرتقال. ضفت كاس ديال العنبه، وهنايا غادي نضيف القشر ديال البرتقال. انا خديت 3 ديال البرتقالات كبارين، 3 ليمونات كبارين، وحكيتهم في الحكاكه رقيقه حتى كيوليو هكا، وما كنهبطش في داك البيض ديال الليمون، كناخذ فقط داك القشر البرتقالي، حيت الا هبطنا في داك البيض كيعطي المرض. وهنايا حنا عارفين بلي كنستعملوا فقط معلقه صغيره من قشر البرتقال. انا هنا استعملت كميه كبيره، علاش؟ لانه كيعطي واحد النسمه زوينه للكيك، كيجي الكيك غني بزاف بمذاق البرتقال. جربوه بهذه الطريقه وما غتندموش عليه. صافي، وغادي نبدا نضيف في الدقيق. انا هنا في الدقيق ضفت الكاس الاول عبرت معكم هنا بكاس د العنبه، ولكن في الدقيق راه نتوما ما تلتزموش بالقياس اللي درت انا، حيت كل واحد وحجم البيض اللي دار. يعني غادي تشوفوا القياس ديال الخليط ديالكم، والخليط ديال الكيك دابا راه معروف كيفاش كيكون. انا ضفت هنا الكاس الثاني، وغادي نحرك بشويه باش ما ننزلش داك البيض. وغادي نضيف 2 خمارات ديال الحلوه من فئه 7 غرام. صافي، الخمارات ديما كنخليهم حتى للاخر، علاش؟ باش كيتنفخ الكيك وكيجي زويون بزاف. هنا غادي نفرغو في المول ديالي اللي انا دهنه بالزبده ورشيته بالدقيق. ديما فاش كنبغي نخوي الكيك كنهز يدي للفوق مزيان بهذا الشكل اللي كتشوفوه، عاد كنخوي باش هكا كندخل واحد كميه كبيره من الهواء في لو كيك ديالي وكيتنفخ وكيجي زويون بزاف. رجعت معكم بعد ما طاب لو كيك ديالي، غادي نقطع معكم باش تشوفوا اللون ديالو كيجي رائع، فيه واحد اللون زوين ديال لون البرتقال. ها انا غنوريكم هنايا الصوره كيف ما كيجي، وجا خفيف وهشيش بزاف وفي نفس الوقت طري. وكيف كتلاحظوا انا ما استعملتش فيه نهائيا ديك المعلقه ديال الخل. هي المكونات اللي وريتكم بجد بسيطه، نقدروا نقولوا عليه كيك يومي ولا كيك موسمي في الوقت اللي كيكون فيها البرتقال متوفر في الاسواق. جربوه وما غتندموش عليه. وخا استعملت كميه كبيره من القشر عطاتو واحد المذاق بحال الا قلنا ركزنا فيه المذاق ديال البرتقال